ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. يلا مع بعض نعمل النهارده احلى فطاير باللحمه المفرومه. طريقه سهله ولذيذه واقتصاديه جدا جدا. ولو عجبتك طريقتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي. ويلا نبدا. الكميه اللي عملتها 3 كوبايات دقيق، حطيتهم في بوله كوبايات من المعياريه اللي هي مقاسها 250 ملي. حطيتهم في البوله وحطيت عليهم رشه ملح ورشه سكر، معلقه صغيره بيكنج باودر، علبه زبادي من المقاس الصغير، ومكعب زبدة حوالي 50 جرام. افركي بقى الدقيق كده مع الزبدة ومع الزبادي بالشكل ده لحد ما يبقى كده. بعد كده هنضيف آخر إضافة للعجينة بتاعتنا اللي هي المية الدافية، نص كوباية مية دافية بس حطيها على كذا مرة لأنك ممكن ما تحتاجيهاش كلها لحد ما توصل العجينة بالشكل ده كده. خلاص غطيها بقى وسيبيها ترتاح نص ساعة. على ما ترتاح العجينة هنكون عملنا العصاق في طاسة على النار، هنحط فيها زيت وزبدة، مكعب زبدة ومعلقة زيت كده، وبعدين هنضيف لها بصلة مفرومة، بصلة وسط مفرومة ناعم. هنقلبها دقيقتين، البصل مش هياخد لون بس هيدبل كده. وبعدين ضفت لها فصين توم متقطعين شرايح صغيرة، قلبته بقى مع البصل. وبعدين ضفنا اللحمة دي نص كيلو. لو عايزة تعملي أقل من كده يعني هو أنا مستخدمتش النص كيلو كله. أو لو عايزة تزودي العجينة بتاعتنا عن ال3 كوبايات، النُص كيلو برضه هيكفّيكِ. بعد اللحمة بقى ما أخدت اللون ده كده، اللون الpink بتاعها راح، بدأت أتبّلها. أنا باحب أتبّل العصاق بملح وفلفل وتوابل لحمة بس، كل حاجة نُص معلقة صغيّرة. بس النهارده ضِفت بقى نُص معلقة شطة لإني كنت عايزاها spicy، عايزة الفطاير spicy. قلّبت اللحمة في التوابل بتاعتها كده، وهدّيت عليها بقى النار، خلّيت النار أقل من المتوسطة، وسِبتها 10 دقايق تنزّل مَيّتها وتستوي. بعد ال10 دقايق حطيت لها فلفل ألوان، نُص فلفلاية من كل لون متقطّعة مكعبات صغيّرة، وقلّبتها مع اللحمة بالشكل ده كده، وغطّيت بقى عليها وسِبتها 5 دقايق كمان. بعد ال5 دقايق كانت خلاص بقى استوت، نزّلتها ونقلتها من الطاسة بقى لطبق تاني علشان تبرد ونبدأ نستخدمها. العجينة بتاعتي بقى رشيت عليها دقيق كده من فوق ودقيق من تحت، وعملتها شكل اسطوانة بالشكل ده كده، وبالسكينة وقطعيها قطع متساوية. طلعوا بقى 7 قطع من اللي انت شايفاهم دول. خدتهم بقى كده في الطبق وسبتها ترتاح برضو تاني 5 دقايق، وبعدين بدأت أشتغل فيها. هترشي بقى على البورد كده دقيق، وهتبدأي تبططي كل كورة من الكور بتاعة الدقيق دي بإيدك أو بالنشابة بالشكل ده كده. هترققيها خالص خالص، وبعدين هنحط فيها كده حوالي معلقتين من العصاج ومعلقة جبن. أنا استخدمت ميكس رومي سوري شيدر على موتزاريلا. أي نوع جبن يعجبك حطيه، وقفلي بقى بالشكل ده كده وابدأي بططيها تاني بإيدك أو بالنشابة، مفيش مشكلة. عملت بقى الكمية كلها الأول، باقول لِك الكمية دي طلعت 7 فطاير من المقاس اللي قدامِك ده كده. لو تحبي بقى تزوّدي كمان كوباية دقيق تعملي 4 بدل 3، اللحمة هتكفّي يعني، لإن هي باقول لِك اتبقِت منّي. عملت بقى كده وتبطّطي وبنفس الطريقة كده. وبعدين بقى في الجريل على النار دهنتها بالزبدة كده بالفرشة. ولمّا سخنت أوي الجريل بدأت أحُط فيه الفطاير. طبعًا لإن اللحمة مستوية فإحنا محتاجين بس نسوّي الفطيرة من برّه، فدقيقتين كده على كل جنب لحد ما تاخد اللون الدهبي الجميل ده. وكل ما تقلبيها طبعًا ادهني الجريل بالزبدة أو بالزيت اللي يريحِك. ونطلّع بقى، ولمّا تاخد اللون الدهبي الجميل ده نطلّعه. سهلة جدًا وبسيطة وحلوة أوي، تنفع غدا أو عشا. هافتحها لِك بقى تشوفيها من جوّه. ممكن تغيّري بقى أنتِ الحشوة تعمليها بالجبن بس، تزوّدي مثلًا حاجة زي الزيتون، ممكن تعمليها بالفراخ. غيّري بقى الحشوة زي ما تحبي وبألف هنا. ولو عجبتِك طريقتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.